بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة هنشوف مع بعض إزاي نبرمج الريسيفر اللي معلوش ولا قناة أو بعد ما عملت له إعادة ضبط مصنع. زي ما احنا شايفين طبعا بيقول لك مفيش قنوات أو نو بروجرام. هنعمل إيه؟ هنضغط على زر المنيو من الريموت كنترول تظهر لنا القائمة دي. تمام. طبعا هنا في الإعدادات وفي التركيب وفي كل حاجة. عايزين نعرب الريسيفر، هنضغط على الأدوات أو السيستم زي ما احنا شايفين، وهنضغط على اللانجوج. تمام. بعدين هنا هنختار اللغة العربي ونضغط اكزيت، هيدينا حفظ. هنعمل حسنة كده. عايزين نبرمج أو نبحث القمر كامل. ازاي هنبحث القمر كامل؟ أي قمر أنت عايز تبحثه هتعمل نفس الطريقة. هنضغط على قائمة الأقمار. طبعا هنا بيجيب لك القائمة تبع الأقمار كلها. أي قمر أنت عايز تبحثه هتعمل نفس الخطوات. تمام. عندي هنا النايل سات، طبعا الإشارة مظبوط على النايل سات، وفي عندك الهوتبيرد وعندك بدر. لو عايز تبحث أي قمر بتحدد عليه علامة صح زي ما احنا شايفين. احنا هنجرب على النايل سات، هننزل كل القنوات مرة واحدة. تمام. وبعدين هنضغط على زر البحث. هنا بيقول لك القنوات. طبعا هنا هنخليها ناعم اللي هي المجانية، وهنا اوتو يعني اوتوماتيك او عشوائي، وعندك ممكن تلاقي بحث مفصل فخليها على المفصل او العشوائي. تمام. بعدين هنضغط على كلمة بحث، وبكده بتبدأ تنزل معاك القنوات تبع النايل سات كاملة. هننتظر ونشوف مع بعض. القنوات هتنزل، كل القنوات هتنزل، مفيش قناة مش هتلاقيها موجودة. كده بدأت تنزل معانا القنوات. هننتظر ثواني بس. زي ما احنا شايفين وصل 65%. لحد ما يكمل 100% هتنزل كل القنوات. زي ما احنا شايفين كده خلاص، كده انتهى البحث ونزل القنوات. عندك النايل سات عليها حوالي 863 قناة، كل القنوات نزلت. تمام. كده بحثنا قمر النايل سات. لو عايز العرب سات نفس الطريقة، أو الهد أي قمر نفس الطريقة بتحدد عليه وتعمل، يعني أفضل تخليها بحث مفصل. تمام. كده نضغط حسنا وهنشوف القنوات معانا شغال. كده طريقة بحث الريسيفر كامل. تمام. دي القنوات شغالة زي ما احنا شايفين، كل القنوات شغالة إن شاء الله. تمام. كله شغال، وإن شاء الله الفيديو يعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله.